السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن نجى الله تعالى نبيه نوح ومن آمن معه في السفينة وأغرق كل من سواها على الأرض، استمرت عبادة الله وحده فترة طويلة من الزمن، حيث تعاقبت الأجيال وفسدت الأحوال. هنا ظهر الشرك مؤخرا على يد قوم مالوا عن الحق وأشركوا بالله في العبادة، فسكن هؤلاء القوم في مدينة يقال لها إرم ذات العماد. هذه المدينة ذكرت في القرآن الكريم، لكن القرآن أشار إليها إشارة عابرة فحسب. فأين تقع هذه المدينة ومن سكانها وماذا حل بها اليوم؟ تقع مدينة إرم ذات العماد جنوبي الجزيرة العربية، وبالضبط في منطقة حضرموت قريبة من عمان، في منطقة تسمى الأحقاف. وقد اندثرت حضارتها ولا يعرف مكانها بالضبط الآن، وإن كانت هناك آثار حديثة تشير إلى مكانها في المنطقة المذكورة في الجبال. والأحقاف اسم لسورة كريمة في القرآن الكريم، ومعنى الأحقاف هي جبال الرمل، وهي منطقة مطلة على البحر والجبال. أما الآية التي تذكر إرم ذات العماد فيقول الله تعالى في سورة الفجر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الفيديو. أشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.